السلام عليكم. بحال اللي كتشوفوا في هذا المقال اللي كتب البارح امير دزاد على تويتر بان ولد خت ابراهيم الرخيص كيترأس اكبر شبكه ديال التهريب المخدرات بتندوف، وان هذا الشيء كيديروه تحت الحمايه ديال السلطات. وحسب مصادر خاصه خارجه من فرع المخابرات اللي سميتها CTRI ديال تندوف بان ابن اخت ابراهيم الرخيص من اكبر البارونات اللي كيتواجدوا في المنطقه. ورغم خطوره هذه المعطيات وهذه الادله كامله، فان السلطات كتغطي عليه وكتزيد الحمايه من الفوق وكتمنع اي جهه تقرب له ولا حتى شي واحد يتعاون باش يديه للعداله. هذا الوضع كيعني كاين تواطؤ كبير وصمت متعمد، والنتيجة ديالو هي استغلال هذه المنطقة في غياب تام للمحاسبة. المهم أن السلطات الجزائرية ساكتة ومشاركة في تغطية هذه الجرائم.